كلامي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتكلم باسم الغلابة اللي أنا واحد منهم. الدنيا غالية أوي يا ريس، والحياة صعبة جدا علينا إحنا الغلابة، وبقينا بنتصاب بأشد أنواع الأمراض وهي جلطات في القلب من قلة الفلوس ومن قلة الشغل. وحتى لو في شغل اللي بنشتغل بيه وبنتقاضاه مبالغ بخسة ما بتكفيش 5% من حياتنا اليومية، إن كان لأكل أولادنا ولا لشربهم ولا مصاريف المدارس ولا الدروس ولا العلاج ولا الملابس ولا الإيجارات إن كنا ساكنين بالإيجار ولا فواتير المية والكهرباء والغاز. كل ده منين يا ريس؟ والأسعار بتعلى كل يوم ومفيش مراعاة للغلابة أبدا في ارتفاع الأسعار اللي بيحصل كل يوم ده. أنا واحد من الناس يا ريس اللي اتصبت بجلطة في قلبي واتحجزت في المستشفى وعملت عملية دعامات على القلب واتكتب لي علاج ب1600 جنيه كل 15 يوم المفروض ان انا اجيبه، يعني ب3200 جنيه علاج في الشهر بس ليا انا بشخصي. اجيب منين يا ريس؟ ولو واحد زيي يجيب منين؟ ده علاج بس لشخصي بس. طيب واولادي هياكلوا منين ويشربوا منين ويتعالجوا منين ويلبسوا منين ويتعلموا منين وياخدوا دروس منين وندفع ايجارات وميه وكهرباء وغاز؟ كل ده منين يا ريس؟ المفروض يا ريس على الاقل احنا عندنا استعداد نشتغل، ولكن اللي نشتغل بيه يغطي مصاريفنا اليوميه، مش لازم يبقى بزياده. احنا امانه في رقبتك يا ريس، امانه في رقبتك قدام ربنا، وانت مسؤول عننا، انت مسؤول عننا يا ريس. احنا متحملين فوق طاقتنا، فوق طاقتنا بكتير قوي، بكتير قوي يا ريس. واكتر الغلابه بقوا بيموتوا من كتر الجوع، بيموتوا من الجوع. وفي ناس بقت بتموت نفسها عشان مش قادره تصرف على اولادها، وفي ناس بتتصاب بالحسره اما اولادها بيبقوا محتاجين حاجه وهم مش قادرين يلبوا طلبات ولادهم. بنرجوك يا ريس تبص لنا شويه.